وجينا لكم في فيديو جديد مع ابراهيم جمال. ما تنسوش سبسكرايب ولايك وكومنت وشير ودعموا القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح المحاضرة دي التنبؤ. عندنا 4 حالات تنبؤ: اسلوب البدائي، تنبؤ بدائي، اسلوب متوسط بسيط، الاسلوب متوسط متحرك مرجح بالاوزان، التمهيد الاسي. هناخد المرة دي حالتين 2: التنبؤ بالاسلوب البدائي والتنبؤ بالاسلوب المتوسط البسيط. مثال: بافتراض أن مبيعات أجهزة التكييف خلال فترة من 2008 ل 2014. يبقى بنفترض أن مبيعات الأجهزة التكييف خلال 2008 ل 2014 السنة: 2008 كانوا بيبيعوا 400، 2009 كانوا بيبيعوا 600 جهاز، 2010 بيبيعوا 300، 2011 بيبيعوا 900، 2012 بيبيعوا 1000، 2013 بيبيعوا 800، 2014. عايزين نعرف أول المطلوب المتوقع عام 2014 باستخدام الطرق البدائية اللي هي الأسلوب البدائي. حالا عايزين نعرف الطلب المتوقع بالطريقة البدائية. الطلب المتوقع بالطريقة البدائية يبقى نقول الطلب المتوقع فترة للفترة بيساوي الطلب المتوقع فعليا بيساوي الطلب الفعلي للفترة السابقة. يبقى الطلب المتوقع للفترة اللي هي مثلا هنرمز لها بطه ن بيساوي الطلب الفعلي اللي هو ف ن ناقص 1. يعني مثلا لو عايزين الطلب المتوقع لعام 2014 هيساوي الطلب الفعلي لعام 2014 ناقص 1 اللي هو الطلب الفعلي عام 2013. يبقى هنقول الطلب عام 2014 بيساوي الطلب الفعلي لعام 2014 ناقص 1 اللي هو بيساوي ايه؟ الطلب الفعلي عام 2013 اللي هو كام؟ اللي هو 800. يبقى الطلب المتوقع عام 2014 باستخدام الطريقة البدائية بيساوي 800. ليه 800 جهاز؟ ليه؟ لأن الطلب المتوقع بالطريقة البدائية بيساوي الطلب المتوقع للفترة اللي هي عام 2014 بيساوي الطلب الفعلي للفترة السابقة. دي أول مطلوب. الطلب المتوقع عن 2014 باستخدام المتوسط البسيط على أساس 3 خطوات. 2 اللي هو الطلب المتوقع باستخدام المتوسط البسيط. القانون ايه؟ يعني ما يجي يقول الطلب المتوقع باستخدام الطلب البسيط المتوسط البسيط، القانون بيساوي ايه؟ طلب المتوقع القادم اللي هو عام 2014 بيساوي مجموع الفترات السابقة على عددهم. هو بيقول على 3 فترات، دي 3 خطوات اللي هو 3 فترات. يعني ايه؟ هو عايز الطلب المتوقع المتوسط البسيط. الطلب المتوسط البسيط اللي هم كام؟ عايز الطلب المتوسط البسيط لعام 2014 بيساوي ايه؟ على اساس 3 فترات سابقة اللي هو 2013 و2012 و2011. هنجمع القانون، هنجمع ال3 مبيعات دول، هنجمعهم مع بعض على عددهم اللي هم 3. يبقى هو عايز الطلب المتوسط البسيط عن 2014 بيساوي مجموع ال3 فترات. هو بيكون قايل لنا 3 فترات، فترتين، 4، يبقى مجموع ال3 فترات السابقة على عددهم. يبقى هنجمعهم، مجموعهم كام؟ هو قال لنا 3 فترات، لو كان 4 كنا نقول 2013 2012 2011 2010. اما هو عايز 3 فترات يبقى نقول مجموعهم اللي هو 900 زائد 1000 زائد 800 على عددهم 3 بيساوي 900 جهاز. يبقى 900 جهاز ديت ده ايه؟ ده التنبؤ المتوسط البسيط. وكده النهارده خلصنا الفيديو ده، وشكرا لاستماعكم ودعموا القناة.